السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، حسب الوقت اللي راح تشوفوني فيه. جبت لكم اليوم اقتراح تاع دوزيام بلا بزاف بنين وفي سيوجد بيان سور للناس اللي تحب الكامونبير. هذه فكرة سريعة وسريعة التحضير، تقدروا ديروها في اخر لحظة. تجي بزاف بنينة، بصح بالنسبة للناس اللي يحبوا الكامونبير يعني البطاطا ما حتى مشكل، بلاص ما نقليو كل يوم راح نقليوها في الكوشة. اما بالنسبه للكامونبير من درك نقول لكم ماشي كامل يحبوه، مي انا شخصيا نحب الكامونبير. هذه الوصفه عجبتني بزاف. نجيب هنا لي بوم دو تير نقطعهم كيما راه موضح في الفيديو، يكونوا شويه خشان. راح ندير لهم الماء وندير لهم مغرف كبيره تاع 2 مغارف كبار تاع خل والملح، حتى يجوني ملحين يعني على حسب الرغبه، ماشي ملحين جوست كيفو. نقطعهم هكذاك خشان وندير لهم الماء ونحطهم يغليو. نحسب لهم 5 دقائق من بعد الغليان، يعني 5 دقائق فقط. تشوفوها بلي كانت صفرة بدات شويه تبيض تنحيوها، تشوفوها مازالت شاده روحها عاصيه، ماهيش طيبه، مش طيبه، مش داخلها طياب، غير هكذاك ندخلوا لها غير شويه طياب نحبسوها. ومن بعد هنا نجي ناسيزونيها، ندير لها 4 مغارف تاع زيت ولا 3 مغارف تاع زيت حسب الكميه اللي عندكم. انا درت 3 مغارف. درت لها شويه عكري، شويه كركم، شويه زنجبيل وشويه تاع فلفل اسود، نخلطهم مليح هكذا في وسط كروانه. ودرت لهم ثاني نص وحده تاع جامبو. من بعد خليتهم انا تماريناو، كان عندي خدرتهم الصباح ومارينيتهم، ومن بعد حطيتهم هنايا في بلاطو مع بابي كويسون. من بعد جبت الكامونبير تاعي اللي درت شويه زيت في البابي كويسون، زيت زيتون، ومن بعد راح نفتحوه. هذا الصغير كاع باسكو قلت لكم غير انايا وعندي بنتي تحبوا والاخرين ما يحبوش، انا قلت لكم سا ديبون دو غو، اللي يحب الكامونبير راح تعجبه. نحطه هنايا في وسط هذه، ومن بعد راح نشرحوه، يعني نديروها في اي طبسي يروح للفور. نديروا له هكذاك شرائح بالموس بالسكين من الفوق. ومن بعد نجيبوا الثوم اللي نفصوه، فص تاع ثوم نقطعوه رقيق ونديروه في هذوك لي زانترسيس، في هذوك الفراغات. كي يطيب راح يطلق لنا واحد البنه هايله. درك انايا هذاك البلاطو تاع البطاطا راح نبدا به، راني مسخنه الفرن على درجه من الفوق ومن تحت، ندخلو حتى نيتغراتينا، ومن بعد الفرن يكون سخون، نجبد ديك البطاطا وندخل هذاك الفرماج اللي ندير فيه ونحطو يطيب هو ثاني. قلت لكم انا هنا درت له هذوك الشرائح تاع قطعته هكذاك بالموس، ومن بعد درت له الثوم، ودرت له دوكا زيت زيتون، درت له شويه تاع راس الحانوت تاع لاصوص بلانش، ودرت له العكري الحلو وشويه تاع فلفل كحل. وكما قلت لكم راح نطيبه على درجه، يجي سايح ويجي بزاف بنين. او هنايا وقت الفطور صورته لكم، شوفوا كيفاش جا روعه، جا ذايب. تجوزوه بهذاك البطاطا اللي تجي مقرمشه وتجي بزاف بنينه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وخلوا لي كومنتير حلو كيما نتوما من تحت. سلام.